السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا علي محمد، أخصائي تمريض وحاصل على البورد الأمريكي النكليكس. هنتكلم النهاردة إزاي تعمل أكاونت على موقع CGFNS عشان تقدر تعادل شهاداتك وبطريقة صحيحة. تابع معايا الفيديو عشان ما تغلطش أي حاجة، وتعمل الأكاونت وينزلك الفورمات وتقدر تعمل معادلة الشهادات بتاعتك. تمام. أول حاجة تجيب جوجل وتكتب CGFNS لوجن. تمام. هتدخل على الموقع ده CGFNS كونكت. تمام. بعدها تدخل الاكونت بتاعك. تمام. انا هعمل اكونت وهمي. هيقول لك دخله تاني. تمام. بعد ما دخلناها نعمل سند كود في الاكونت. تمام. بتبعت لك الرسالة. انا اهو جات لي الرسالة للاكونت. ماشي. ويتبعت لك فيها security كود كده. تمام. اهو هجيبه. تمام. بعد كده بنعمل verify للكود. بيقول لك ويلكم تو سي جي اف ان اس او كونكت. تمام. بيقول لك هل انت ابليكانت ولا اوثورايزد ايجنت؟ انت ابليكانت، مش شركه يعني. تمام. اول حاجه البيزك انفورميشن، بتدخل اسمك مثلا علي، الميدل نيم مثلا محمد، نكتب علي. انت بتكتب اسمك الصحيح طبعا، احمد مثلا. مش انت ما فيش عندنا suffix مثلا سير مش عارف ايه الكلام ده كله. بتدخل تاريخ ميلادك مثلا، هندخل واحد مثلا، واحد مثلا 99. هل انت بيقول لك انت اصلا عندك اكونت تاني ولا لا؟ احنا طبعا ما عندناش اكونت فنعمل نو. بيقول لك انت عندك باسبورت طبعا عن، وهتدخل البلد اللي طلعت لك الباسبور بتاعك، ايجيبت. هندخل رقم الباسبور. رقم الباسبور مثلا بيبقى ايه، وبعد كده حوالي 6 ارقام، اعتبر كده، او 8 ارقام. بيقول لك انت عندك لايسنس في البلد بتاعتك، انت عندك ترخيص؟ ايوه عندي مثلا. هيقول لك ايه الدولة اللي مديك الترخيص، ايجيبت برضو مثلا. نقول كايرو، المحافظة. الرقم اللايسنس بتاعتك، رقم اللايسنس انت بتدخل الرقم بتاعك. تمام. كده بالطريقة دي. تمام. وبعدها الاديوكيشن بقى انفورميشن، بتدخل الكونتري بتاعتك برضو نفس الكلام، اسم المدرسة اللي هو الكلية. تمام. انت جامعة ايه؟ فهتدور على الجامعة بتاعتك من وسط الجامعات دي كلها. تمام. مثلا مينيا يونيفرسيتي. ده تاريخ التخرج مثلا، نقول 2021. وده بيقول لك I accepted ال terms بتاعتهم وال conditions وال service وال programs والكلام ده. تمام. نعمل I accept وندوس submit. ده security question. ده كل مرة هتيجي تفتح الاكونت هيطلب منك السكيورتي question بعد ما تدخل اكونتك وكلمة السر بتاعتك. بيقول لك مثلا ايه الجامعة بتاعتك، ايه الدولة بتاعتك، على حسب الكويستشن اللي انت بتعملها. مثلا what is your name of your first. مثلا نكتب مثلا كات. اكتب انت اي اجابة تبقى حافظها بس. best of American نكتب احمد. على حسب ما انت عايز برضو، وتختار السؤال اللي انت عايزه والاجابة بتاعته، اما هتبقى حافظهم. تمام. ده خلاص كتب لي المزاولة بتاعتي وكتب لي تاريخ التخرج. اعمل سبميت. دي برضو هيجي لي في الاسئلة، يعني يقول لك اعمل كلمة سر. نعمل كلمة سر الايميل. هتحتاجها كل مرة تسجل دخول. تمام. لو عايزه يبعت لك نيوز والبروموشن ومش عارف ايه تقول يس، لو مش عايزه يبعت اي ايميلات تمام هتقول نو. نعمل سبميت كده. ماشي. هنعمل تسجيل دخول بقى بالايميل بتاعنا.
نعمل كونتينيو، هيقول لك الباسورد بتاعك ايه اللي دخلناه. ماشي، نعمل كونتينيو. شايف هيجيب لك اول سؤال، تمام، بيقول لك مثلا ايه الكونتري او ايه الكليه اللي انت اخدت منها او الجامعه، تمام اهو. نجيب مثلا احنا كنا مدخلين المنيا، ندوس المنيا ونعمل سبميت سكيورتي انسر. هنا هنعمل بقى البروفايل بتاعنا، تمام. لازم نعمل بروفايل، انت لازم تكمل البروفايل بتاعك علشان تقدر ايه تشتري الخدمة بتاعتهم اللي هو السي اس ريبورت ده، او السي اس اللي هو الكريدنشال ايفالويشن سيرفيس، تمام. فهندخل البيانات بتاعتنا. الكونتري اول حاجة ستريت نيم، مثلا هنكتب منيا. السيتي منيا برضو مثلا، خلي دي منيا مثلا واحد اتنين مثلا تماريس مثلا، اي حاجة. انت بتدخل عنوانك انت صحيح، انا بدخل اي حاجة هنا، تمام. الستيت برضو نكتب منيا. الزد اي بي كود، انت ممكن انت بعد ما تدخل تجيب منطقتك مثلا وتدخل الزد اي بي كود، تكتب على جوجل كده مثلا منيا زد اي بي كود او المنطقة بتاعتك وهكذا، تمام. يبقى مثلا 2 4 على حسب ما انت بتجيبه، او انت الرمز البريدي بتجيبه من جوجل، تكتب المنطقة وبيجيب لك. بتدخل برضو نفس الكلام. هو بيقول لك ايه هنا الميلينج ادرس ده اللي هيوصل لك عليه الايميلات، او مثلا لو هم باعتين لك ورق والكلام ده كله، تمام. وده الفيزيكال ادرس، انت ممكن تدخلهم نفس الحاجه تقول يس، تمام. هو نفس الميلينج ادرس بتاعي، هو الفيزيكال ادرس اللي انا قاعد عليه. مثلا انت ممكن تكون ايه محتاج المراسلات بتاعتك مثلا توصل لك على ايميل الشغل او مكان الشغل، لكن انت المكان الهوم بتاعك او المنزل بتاعك في مكان تاني، تمام. انا هعمل نفس المكان. هتدخل هنا، بيقول لك رقم التليفون الاول والاخير والكلام ده كله، هندخل اي رقم تليفون. وده الرقم التاني، نفس الكلام اللي هو البديل بتاعك مثلا. دخل الرقم بتاعك انت، تمام. انا هدخل اي ارقام، تمام. هنا مش هتقدر تشتري اي سيرفيس، تمام، او الخدمة بتاعتك الا لما تكمل البروفايل بتاعك كامل، تمام. فهتجيب ماي بروفايل، استنى عليه شوية بس كده، بيحمل البروفايل بتاعنا، تمام. من اول خالص، تمام. ادي انا دخلت الاسم بتاعي، تمام. ومش عارف انا دخلت اي اسم، تمام. 6 هنا تختار الميل او فيميل على حسب انت ايه، تمام. بعد كده بيقول لك انت عندك سوشيال سيكيورتي نمبر، انت مش في الولايات المتحدة، هتدوس نو، تمام. هل انت عامل قبل كده باك جراوند تشيك، عامل بصمات قبل كده، هتقول نو مثلا، عشان انت مش محتاجينه في التسجيل الكلام ده. حاليا الجنسية بتاعتك ايه، لو انت معاك جنسية تاني غير المصرية هتدخلها، بس الافضل ما تدخلش غير المصرية. ايه اللغة الاولى بتاعتك، هندخل العربي، تمام. ايه اللغات اللي انت بتتكلمها، مثلا هندخل انجليزي. كل ده مش هيفيدك بحاجة، بس ايه، لحظة واحدة كده، انجليش، تمام. written language برضو هندخل انجليش. ده كلام روتيني كله. ايه المهنة بتاعتك، تمام. هندخل انت ريجستر نيرس، تمام. الباسبورت نمبر زي اللي احنا دخلناه قبل كده، ماشي. طبعا انت لو معاك باسبورت تاني ولا حاجة بيبقى ليه رقم تاني، انت متدخلش غير المصري، وتدوس نيكست وتدوس يس. بعد كده هنخش على الكونتاكت انفورميشن. هو اي حاجه بتكملها بتظهر بالاصفر كده، تمام، لحد ما نعمل سبميشن للاخر خالص في الايه، في السامري، تمام. فاحنا هندخل على اللي بعدها.
ده تمام. احنا اصلا مدخلين البيانات دي الكونتاكت انفورميشن، مش هنغير فيها حاجة. هو الميلينج ادريس، هو الايه الفيزيكال ادريس. تمام. هنعمل نيكست. الامبلويمنت تمام. هو بيقول لك انت المكان اللي انت شغال فيه. طبعا انت مش هيفيدك الكلام ده كله خالص في الايميل، انت مش محتاج اي الكلام ده كله، ومش محتاج السي اس تبقى مكان شغلك فين. فنعمل نوت ابليكابل. هيقول لك اديني explanation. هتقول له انا ريجستر نيرس، اكتب not working مثلا. مش هيفرق في اي حاجه، ونعمل submit. ممكن تكتب ان ايه. ده مش هيأثر نهائيا على الكلام ده، بس عشان ما تخشش ان انت محتاج verification للشغل بتاعك او اي حاجه. هنعمل next. ندوس yes. نخش على الاختيار اللي بعده. تمام. السبيشاليتي والسيرتيفيكيشن انفورميشن طبعا دي برضو مش محتاجينها. اكتب not applicable ويعمل next. ما تضيفش اي سبيشاليتي، مفيش مشكلة. كل ده مش محتاجينه في السي اس الريبورت بتاعك، مش محتاج اي الكلام ده. تمام. الكونتينوس او continuing education برضو نفس الكلام. ده انت لو معاك ماستر مثلا وحابب تضيفه، بس كل الكلام ده هيحتاج verification. تمام. يعني انت الماستر هتحتاج من الجامعة بتاعتك تبعت verification ليه والكلام ده كله، وانت مش محتاجه اصلا في خطوة السي اس ريبورت. تمام. فده تكلفة زيادة وانت مش محتاج الكلام ده، فتعمل برضو not applicable. تعمل yes. بعد كده هندخل هنا اللايسنشر والريجستريشن انفورميشن. تمام. ده الرخصة بتاعتك. تمام. اللي هو الترخيص المزاولة المصري. فهندوس ادد لايسنس ريكورد علشان ده هينزل لنا الفورم. فلما نختار مثلا، هو حاليا في الشهر الاخير والكلام ده كله بيطلبوا فورم النقابة والكلام ده كله. تمام. فهنا تقدر تضيف جهة النقابة عشان ينزلك الفورم ليها. تمام. بس احنا مش هنضيف النقابة، هنضيف وزارة الصحة فقط. تمام. فهندخل country Egypt. هندخل كايرو مثلا هنا. تمام. هنا بتختار المكان اللي انت هينزل لك فيه الفورم عشان تقدر تعمل منه verification. فلما يطلب منك فورم النقابة هتدخل ايه Egyptian Nursing ايه Syndicate. تمام. بس احنا هنعمله في Ministry of Health and Population. تمام. لان احنا عايزين ينزل لنا فورم الوزارة اللي هو إدارة التراخيص. تمام. البروفيشن انت ريجستر نيرس. التايتل بتاعك نيرسينج سبيشاليست. تمام. او ريجستر نيرس. تمام. مش هتفرق. فانا هختار اخصائي تمريض عشان مكتوبه في كده. بيقول لك التايتل اوريجينال لانجويج. تمام. ده اللي هو اخصائي تمريض، هنكتبها بالعربي عادي. ده مكان الاورجنايزيشن. تمام. هندخل العنوان. تمام. تسيب ده مفيش مشكلة. السيتي هندخل الكايرو. زد اي بي كود مثلا هندخل 11 4 6 7 مثلا. مش مهم دي. بيقول لك اللايسنس رينيوال ديتيلز. تمام. هل المزاولة بتاعتك دي بتتجدد؟ عندنا في مصر مش بتتجدد. تمام. مثلا في السعودية او في الاماكن الخليج والكلام ده كله بتتجدد كل فترة. هندوس نو. فهيقول لك انت امتى اخدت اول ترخيص مزاولة ليك. تمام. هندخل مثلا شهر 12 مثلا 2023 مثلا. بيقول لك هل اللايسنس بتاعك دي بتنتهي في مصر؟ لا، ما بتنتهيش، دي لايف لونج. تمام. يقول لك ايه الاسم اللي على هو نفس الاسم بتاعك، الاسم اللي على الترخيص. رقم المزاولة نفس الكلام اللي احنا دخلناه قبل كده. بيقول لك انت عن طريق ايه اخدت اللايسنس دي. تمام. عن طريق اكزام او هتقول اذر.
وتسيبها، او تكتب after graduation مثلا. يعني هنا مثلا بيقول لك انت اخدت مزاولة المهنة دي عن طريق ايه. المفروض ان مثلا زي البرومتريك مثلا السعودي انت بتمتحن امتحان البرومتريك. في مصر احنا ما بناخدش امتحان، تمام. لسه في السنة اللي فاتت دي عملوا امتحان مزاولة مهنة في مصر للخريجين الجداد، تمام. انما انت اخدتها بعد سنة الامتياز مباشرة، تمام. اللايسنس ستيت دي حالة الرخصة بتاعتك، انت اكتف، تمام. هل انت اللايسنس بتاعتك دي حصل لها restricted او suspended او revoked؟ طبعا لا. وهندوس submit، تمام. ضفناها، هنعمل next. بعد كده اللايسنشر examination. زي ما قلت لك احنا في مصر ما اخدناش امتحان، تمام. فهتعمل نو. هيقول لك اديني explanation للموضوع ده، تمام، تفسير. register nurse، اكتب ايه؟ تكتب اي explanation هنا ان انت ما اخدتش الامتحان ليه. مش مشكلة، انت ممكن تكتب باتشلر ديجري مثلا، درجة البكالوريوس مثلا. تعمل نيكست، مفيش مشكلة، تمام. تعمل نيكست كده، كويس برضو. تمام. هتضيف المؤهل بتاعك عشان يوصل لك الفورم بتاعك بتاع الكلية. هنقول يس. is this a professional education record؟ طبعا ده professional، تمام. register nurse education entry level. انت اخدت الباتشلر ديجري، تمام. الدولة اللي انت اخدت منها البكالوريوس اللي هي مصر مثلا. هنضيف طبعا اسم الجامعة مثلا، منيا يونيفرسيتي مثلا. الاسم اللي انت حضرت بيه في الكلية كان نفس الاسم. هل انت خلصت ال الكلية بتاعتك؟ طبعا خلصتها. طبعا هحط اسم الديجري اللي انت حصلت عليه، اللي هو باتشلر ديجري in nursing science مثلا، او تكتب باتشلر ديجري. هنا تكتب بكالوريوس بالعربي، تمام. بعد كده السنة اللي انت دخلت فيها مثلا الكلية، كان نقول مثلا سبتمبر 2017، وانتهيت مثلا في اللي هو اعتماد مجلس الجامعة 2021. هل الكلية بتاعتك أغلقت؟ لا. لو كانت أغلقت هتقول هل مثلا انضمت لكلية تانية أو حاجة زي كده؟ برضو لأ. هتكتب بعد كده العنوان بتاعها. هندخل عنوان الكلية، هتلاقيه في جوجل عادي، تمام. تماريس سكند المنيا، ماشي. والسيتي ماشي، أرض شلبي ممكن تكتبها المنيا. زد اي بي كود برضو انت هتلاقيه في جوجل، وهتعمل سبميت، تمام. لو ادانا نفس الكلام اللي هو في مشكلة نكتبه عادي بالانجليزي تاني، مفيهاش مشكلة، ونعمل سبميت. خلاص، هتعمل نيكست. تمام. general education، طبعا انت لازم تدخل شهادة الثانوية بتاعتك، تمام، عشان بيعمل لها verification. مش بتحتاج ان انت تبعتها عن طريق مثلا الدي اتش ال او ميدل ايست او اي طريقة، تمام. لا، احنا بنرفعها بس على الاكونت، تمام. فانت هتدخل حاجتين، هتدخل البرايمري او اللور سكندري اديوكيشن، تمام، مدرسة اعدادي مثلا والمدرسة الثانوية، او مدرسة ابتدائي والمدرسة الثانوية، تمام. دخل حاجة البرايمري، تمام. هندخل اسم المدرسة، المكان طبعا ايجيبت، دولة. اسم المدرسة مثلا انا كنت حافظه هنا، مثلا نقول مثلا دي المدرسة مثلا الابتدائي، نيو مينيا مثلا بريبراتوري سكول. اسمك طبعا نفس الاسم. هل انت خلصت المدرسة؟ طبعا خلصتها. الاسم اللي انت الدرجة او اللي حصلت عليها.
مثلا اكتبها اي حاجة، مثلا اكتبها بريبراتو سكول مثلا. النيتيف لانجويج مش هتفرق برضو، مش محتاجها اوي، فاكتبها مثلا بريبراتو سكول. هل انت كنت محتاج عشان تاخد الشهادة دي ان انت تمتحن امتحان خارجي والكلام ده كله؟ اكتب نو، مفيش مشكلة. امتى دخلتها مثلا؟ هل المدرسة بتاعتك برضو اتقفلت او ضمت لمدرسة تانية؟ مثلا لو يس هتكتب يس، نو نو، تكتب الدولة اللي فيها. كل دي بيانات مش هنحتاجها اوي في المدرسة الابتدائي. السيتي مثلا تكتب منيا، تكتب المحافظة بتاعتك، الشارع مثلا، اي الشارع بتاعها انت تكتب اي حاجة مثلا. مش محتاجين بقية البيانات قوي في المدرسة الابتدائي دي. هنضيف في المدرسة طبعا الثانوي اللي هو الهاير education بالنسبة لك، higher secondary education. هتدخل الدولة. طبعا ده هيحتاج ان انت ترفع لها شهادة الثانوي العام بالانجليزي على الموقع PDF. تمام. الاسم اللي انت كنت بيه نفس الاسم بتاعك. تمام، انت خلصتها؟ ايوه خلصتها. النيم مثلا هيبقى اسم الدبلومة او الديجري او الكريدنشال ان انجلش. طبعا هندخل انت بتبقى حاصل على الثانوية العامة مثلا، هتكتب هاي سكول مثلا سيرتيفيكت. تمام، انا كتبته هنا هاي سكول سيرتيفيكت بالاسم بالنيتيف لانجويج. برضو اكتبها، مش هتفرق، تكتبها برضو بنفس النيم ده. تمام. برضو هل انت احتجت امتحان خارجي ولا حاجة؟ لا، ما امتحناش، هنكتب نو. تمام. بامتحان امتحان داخلي انت في المدرسة بتاعتك، او في المدرسة اللي في المركز مثلا، مش محتاج ان انت تسافر لها مكان تاني او حاجة زي كده. تمام. دخلتها مثلا في سبتمبر مثلا، نقول 2014. الثانوية كلها مثلا خلصتها مثلا في جون 2000 مثلا و17. على شهادة الثانوية هتلاقي الكلام ده. تمام. هل برضو المدرسة بتاعتك غلقت أو انضمت لمدرسة تانية؟ تكتب لأ. الدولة بتاعتك فيها ونفس الكلام. مثلا هندخل العنوان، السيتي برضو المنيا، مش محتاجين برضو الزد اي بي كود دي، مفيش مشكلة. نعمل سبميت. تمام. هنعمل نيكست. على الأقل انت بتضيف واحدة ابتدائي أو إعدادي، وواحدة شهادة الثانوي، لازم الثانوي. تمام. بعد كده اللي هو الانجليش لانجويج بروفيشنسي تيست، ده اختبار اللغة. انت لو حابب تضيف مثلا، انت اخدت اختبار لغة زي الBTE مثلا او الايلتس او التويفل او اي حاجة من الامتحانات دي كلها. تمام. بس انت مش محتاجها في فترة CS دي نهائي. تمام. ولان انت لو ضفتها هتحتاج فيريفيكيشن. تمام. هتبعت مثلا من الايلتس مثلا من الكامبريدج، هتبعت لهم تقول لهم ابعتوا النتيجة بتاعتي للCG او البيرسون BTE، برضه هتبعت لهم وتقول لهم نفس الكلام. فانت مش محتاج الكلام ده كله. تمام. فتعمل نو كده. تمام. وتكمل. تمام. فانت مش محتاج تضيف لمرحلة CS نهائي امتحان انجليزي. تمام. انت محتاجها بعد كده لمرحلة زي الفيزا سكرين. تمام. ده بعد النجاح في امتحان النكليكس ان شاء الله. تمام. هتعمل نيكست. تمام. ده اخر حاجة خالص، هو ال CGFNS Personal Profile Summary. تمام. اللي هو يقول لك انت كتبت ايه بالظبط، وفي حالة البروفيشنز كتبت ريجستر نيرس، في الامبلويمنت سبتها، في مش عارف ايه، كل الكلام ده كله اللي انت ايه البروفايل اللي انت دخلته. تمام. كل حاجة بتتأكد ان انت كاتبها صحيحة، عشان لازم تبقى كاتب كل حاجة صحيحة عشان ايه ما يحصلش اي مشكلة معاك. هتعمل ايه؟ Submit and ايه Transmit to CGFNS. تمام. في المرحلة دي هو بقى بيعمل لك الفورمز بتاعتك. تمام. لانك بعد ما تدفع بينزل لك فورمين، فورم للوزارة وفورم للكلية. انما انت لو ضفت الثلاث فورمات، مثلا فورم للنقابة وفورم للوزارة وفورم للكلية، بينزل لك الثلاثة. تمام. فاحنا مش محتاجين، ما تضيفش، انا من رأيي ما تضيفش فورم النقابة دلوقتي الا لما يطلبوا منك. مش كل الناس بتطالب منها حاليا فورم ايه النقابة. تمام. هتنتظر.
تمام كده هتدوس على الداشبورد بتاعتك. تقدر دلوقتي ايه، تقدر تشتري من الشوبينج كارت. هتخش على الشوبينج كارت كده تمام. هتختار الخدمة اللي انت عايزها اللي هي الكريدنشال ايفالويشن سيرفيس. هتتعلم عليها كده تمام، وهتدوس نيكست. في خدمات تاني طبعا. هتختار اللي هو بص بيقول لك ايه، عندك سي اس بروفيشنال ريبورت ابلكيشن وفي اكاديميك ريبورت ابلكيشن. الاكاديميك ده في حالة ان انت درست خارج الولايات المتحدة تمام، وعايز تكمل تعليمك هناك تمام، فانت مش محتاج. احنا محتاجين نبراكتس تمام، اللي هو تو براكتس ان يونايتد ستيتس تمام، عشان تشتغل كريجستر نيرس. هتختار الريبورت ابلكيشن دي تمام. هنا هتضيف محتاج يروح لمين الريبورت بتاعك تمام، اللي هو الولاية او البورد اوف نيرسينج. انت ممكن تسيبها تمام، بس الافضل ما تسيبهاش عشان ما يتأخرش الريبورت بتاعك. فهتضيف الريسيبيانت. لو انت محدد بورد مثلا تكساس او نيو مكسيكو او اي حاجة، هتختار اللي انت عايزه تمام. تختار البيربوس عشان اللايسنشر تمام صح كده. هتختار is your recipient register nurse، ايوه الريجستر نيرس. انت مش ال بي ان، انت ريجستر نيرس. هتختار الولاية اللي انت هتعمل عليها البورد. ممكن تختار مثلا تكساس تعمل او نيو مكسيكو زي ما اتكلمنا في فيديو اختيار البورد. تكساس بورد اوف نيرسينج. هتعمل سبميت، هتعمل نيكست تمام. هتعلم على اللايسنس، وهتعلم على الكريدنشن، وهتعلم على الهاي سكول تمام. دول التلاتة. انت لو هيبقى معاك واحد رابعة لو انت مدخل فورم النقابة تمام، دول اللي هيتعمل لهم فيريفيكيشن. سبميت، هيقول لك اعمل اي اكسبت للكلام ده تمام. برضو اي اجري، لازم تقرا الكلام ده تمام. بيقول لك المبلغ اللي انت تدفعه 485 دولار. هتعمل بارشيز وتدخل الفيزا بتاعتك وتدفع، وبعد الدفع هيوصل لك الفورمز تمام. 2 فورمز، او زي ما انت حاطط، لو حطيت النقاب هيبقى 3 فورمز تمام. يلا نشوفكم في فيديو جاي بإذن الله، من الطريق لأمريكا، من سلسلة الطريق لأمريكا من البداية. موفقين إن شاء الله. دمتم في أمان الله.